مرحبتين ومرحبا، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة موسم حصاد القمح في مصر. مش النهاردة بس، يعني هو لمدة شهر كده تقريبا. فاحنا النهاردة كان الدور علينا. طبعا ده القمح بتاعنا كله، هو بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. الجرار نزل الارض. طبعا الانفار بتستعد ان هي الانفار دي اللي هو انا جايب واحد يشتغل عندي بالاجر. بيبتدي ان هو يفرد المفرش ويظبط الدنيا. طبعا هنا المكنه اشتغلت خلاص. ده التبن اللي احنا بنأكله للمواشي. والقمح هو اتنزل من المكنه، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. طبعا كده انا كنت عملت كام شكاره ورايا ان انا مليتهم يعني. المكنه دي الاول كانت بتشتغل بسير للجرار، دلوقتي بيقولوا بعمود، معرفش ازاي يعني، بس المهم ان هي شغاله. طبعا حبيب قلب روح ماما كان ماسك حبل ويحاول ان هو يشيل زي الكبار. طبعا هو مش عارف، فكان على قد معرفته يعني. كنت سايباه يلعب عشان ما يروحش يم المكنه ويتعور. بسم الله ما شاء الله. لا لا، رجاله يعتمد عليهم يا جدعان. هنا طبعا كان خلاص خلصنا والمكنه مشيت وهما بيربطوا الشكاير اللي انا كنت ملياها. طبعا الارض فاضيه خالص اهي، بسم الله ما شاء الله. هنزرع بقى مكانه لب، هنزرع مكانه رز. الحاجه اللي احنا هنبقى محتاجينها يعني. طبعا اللب هيتزرع ويتباع، انما الرز هيتزرع ويتخزن. هنا طبعا بيربطوا الشكاير اهوت. المفارش دي اللي هي الخضرة دي احنا بنفرشوها عشان بس ما نهدرش قمح كتير على الارض. وده الغلق، طبعا اكيد ناس كتير عارفة الغلق الخوص ده. هنجيبه بقى العربية الكارو، وهنحمله نص الشكاير دي، لان كلها تبقى تقيلة، يعني هتبقى حمل على الحمار. ويا ريت لايك وشير واشتركوا في قناتي عشان يوصلكوا كل جديد. هنا طبعا كانوا اخدوا اول حمولة وسابوني. طبعا ده التبن اللي احنا بنأكله المواشي زي ما قلت لكم في نص الفيديو. هنا بقية الشكاير، طبعا انا لميت المشمع اهو. ده الاولاني لميته وعبيت اللي كان عليه في الطشت و... ومستنياهم بقى يجوا يحملوا بقية الغلة او القمح، زي احنا ما بنقول، احنا بنقول هنا الغلة. والسلام عليكم.